سلام سلام البنات اللي ما كيصدقش ليهم صابلي، كتجرب جميع العجائن ديال صابلي وما كيصدقش ليها، كيتقلص في الفران، كيتجمع، ما كيجيش زوين، ما كيجيش محافظ على الفورمه ديالو. جبت لك عجينه اللي معتمداها من ديما من زمان، ما كنغيرهاش، كتحمر ليا وجهي قدام ضيافي وقدام صحاباتي، كلهم كيجربوها كيقول لي صابلي ديالك لا يعلى عليه. انا غنعطيه لك بواحد الاسرار اللي ما غاديش يتغير ليه لا شكل ولا المذاق، وكيجي رائع وكيبقى المهم في الامر كيبقى مقرمش مده طويله. شوفوا لي الشكل كيفاش داير، بقى محافظ على الشكل ديالو، كيجي زوين وحتى اللوين ديالو كيجي واعر. ما نطولش لك، ندوزو نحضروه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج ربعه ديال الزبده اللذه، 2 كيسان ديال السكر كلاصي، معلقه ديال الجليكوز، 2 ساشي ديال الفاني، ضيفوا قبيصه ديال الملح. كان معك هاد المكونات مزيان حتى كيدخل ليا السكر كلاصي مع الزبده، ما كيبقاوش فيه دوك الكريات. كنمعكم مزيان. كنضيف 2 كيسان ديال الزيت. هنا بالنسبه للزيت خاص ضروري يكون هو اللي تابع السكر كلاصي، ما تسبقوش الزبده باش ما تسبقوش البيض باش ما يتشكلوش لكم دوك الكويرات، ودوك الكويرات ديال الزبده ما كيذوبوش، كيبقاو في العجين فاش كتدخلوا الفران كيذوبوا وكتبقى العجينه خاويه. فهمتوني؟ صافي هنا عاد كنضيف البيض باش كيجيني داك القوام كريمي، كتجي الزبده كلها دايبه. هانتوما شوفوا معايا، كتضيفوا بيضه والقوام خاصو يجي بهذا الشكل، كيجي بحال البوماد، كيجي زوين وكتجي الزبده دايبه، ما كتجيش كتبان في العجين. هانتوما غتكملوا معايا الفيديو غيبان لكم علاش كنهضر. صافي البنات هنا غادي نضيف ساشي ديال خماره من فئه 8 غرام، وكيلو ديال الدقيق يكون مغربل. بالنسبه للدقيق كنغربلو وكنضيفو وكنعجن العجين بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، غير باطراف الاصابع ما كندلكوهاش، والعجين خاصو يكون مرمل. الا دلكتوها غيولي بحال عجينه الخبز. هانتوما كتشوفوا معايا بهذا الشكل، كتمروا صباعكم، خاصو يجي مرمل بهذه الطريقه. الا جاك هكا راه عجينتك ناجحه، جاك بحال الخبز راه المهم خاصك تبعي الطريقه راه غيجيك هكا. انا هاد الصابلي معتمداه من زمان، كيجي ناجح 100%. صافي كنشكلها على 4 كريات، كندخلها بواحد البلاستيك غذائي وكنحكم عليها مزيان باش ما يدخلهاش هواء. كنخليها تبات في الثلاجه ليله كامله ونخدم بها. كنتو مزروبين بها ساعتين حتى 3 راه كافيه باش كتجي تكون جاهزه. هنا بين 2 ديال البلاستيكات كنطلق العجين وكنقطع بقطاعه. هنا انا حاجتي بقطاعه دائريه، نتوما تقطعوا باي شكل بغيتو. انا هنا بغيت غير نوريكم العجين كيفاش كيجي وكيفاش ما كيكونوش فيه هذوك الكويرات ديال الزبده، كيجي عجين ناجح 100%. هنا كنوضع العجين في صفيحه الفرن، كندخلو الفران العافيه، ما تكونش مجهده، كتكون بين مهيله ومتوسطه، وكيطيب على خاطرو الفوق. كنهبطو واحد شويه شماع بحال يتحمر صافي وكنخرجو، كيجي ناجح. شفتوا معايا ما فيش ولا ذره ديال الزبده، كيجي عجين ناجح 100%. هنا واحد لاصيص بالنسبه للشوكولات باش ما يعذبكمش، بالمعلقه ديروا في هاد القريعات كيجيو كيسهلوا الخدمه وكتجي الخدمه منظمه. كتعمروهم وكتدخلوهم في الثلاجه دغيا كيجمدوا، كتسهل عليكم هاد القرعه العمليه ديال الشوكولاط. وبالنسبه لواحد الشكل اخر غنديرو، غادي نقطع هاد اللوز، جاني كبير بزاف، وغادي نفرز هذوك لي فروي كونفي. وهنا بالنسبه للتاليكه غادي ندير العسل واحد الكميه مع معلقه الجليكوز مع شوكولاط ابيض. التاليكه حتى هي كتجي زوينه، تقدروا تضيفوا لها اي نكهه بغيتو. هنا الشوكولاط بهذه الطريقه صوبته، كنحط فيه اللوزه ولي فروي كونفي وشويه ديال الورد باش كيعطي للتزيين فقط، وشويه حبيبات البافو. هاد الشكل كيجي زوين. المهم لو وصلتوا حتى هنا ما تنسوش تخليو لي قليب وحركه الاكسبلور. كثروا بزاف البنات من حركه الاكسبلور، وهاد الشكل هكا كيجي سامبل وزوين.